المغرب زي ما قلت لكم، المغرب سيد افريقيا دلوقتي، 21 نقطة من 7 مباريات، ما فيهاش هزار. وعلى فكرة خدوا كاس الامم الافريقية للمحليين، زي ما خدوا بطولة الشباب وخدوا بطولة الكرة النسائية وخدوا البطولة الشاطئية. اي حاجة بتتلعب بالكرة المغاربة بيكسبوها دلوقتي، عندهم تجربة وعندهم مشروع، عقبالنا يا رب. المغرب عندها 21 نقطة من المباريات ال7 اللي لعبتها بنسبة علامة كاملة، وخلت تنزانيا نفسها يتقطع وراها ب10 نقاط حتى الآن، وزامبيا عندها 6 هي والنيجر متساويين، والكونغو نفس الحكاية. أصبح دلوقتي المغرب ما بتهزرش، حتى بعد ما صعدت مش عايزة تسيب كبريائها يتجرح، راحت كسبانة زامبيا في لوزاكا 2-0. الامور بالنسبه للمغرب بنبارك لهم يعني كمنتخب قوي ورابع العالم في البطوله السابقه في كاس العالم بقطر، وبالتالي طبعا منتخب ومنتخبات قويه الحقيقه، مش منتخب فقط الاول، لا المنتخبات المغربيه الحقيقه ماشيه وعندها زي ما نقول كده طفره في الوقت ده كبيره بالنسبه للمنتخبات المغربيه. بنبارك للمنتخب المغربي. منتخب المغرب حسم الحقيقه وصوله لكاس العالم، خصوصا ان المنتخب المغربي شرف العرب وشرف طبعا القاره الافريقيه بحصوله على المركز الرابع في بطوله كاس العالم اللي كانت الاخيره بقطر. الحقيقه ان شاء الله نتوقع ان هو يكون في افضل حالاته ايضا في البطوله القادمه. مبروك للشعب المغربي مره اخرى الوصول لكاس العالم. المغرب خلاص صعدت، خلاص المغرب بالعلامه الكامله. مبروك طبعا للمنتخب المغربي الشقيق، اول فريق افريقي بيصعد الى بطوله كاس العالم. النهاية تجربة المغرب كانت استثنائية هنا، بمعنى انه لما خرج خليلوزيتش بشكل مفاجئ من منتخب المغرب وقدم الرجراجي وحدث ما حدث في كاس العالم 2022، ده استثناء. يعني منطق الكورة كان بيقول ان هذه التجربة لا يمكن انها تنجح. يعني بعد كاس اعتقد مشي خليلوزيتش وجه الرجراجي في وقت قليل جدا مع مجموعة لعيبة، فتغير الحال كليا. ده استثناء في الكوره مش قاعده. ما فيش شك انه جاي قبل البطوله بوقت قصير جدا، ولانه المدرب السابق كان مش محقق الاداء المطلوب والنتائج المطلوبه. انا بشوف انها حاله استثنائيه لاسباب كتيره. المغرب وقتها لا يقاس عليها، لانه انت لما بتغير مدرب اولا بيحصل رجه فنيه تقليديه، انه اللعيبه بتبدا تلعب بشكل كويس مع المدرب الجديد. دي نقطه مهمه. الجدليه بتاعت الكره الافريقيه اللي كنت بكلمك عنها حتى من شويه، فكره المدرب الاجنبي ليه امتيازات او ليه مميزات بمعنى اصح في افريقيا، انه ما بيكونش عنده حسابات اولا، ان اللعيبه بتنظر ليه باحترام اكبر. انا بتكلم على القاره بشكل عام، لانه هي اغلبها لعيبه محترفه، فما بيجي لهم مدرب اجنبي شعره اصفر وعينيه خضراء وعنده خبرات كبيره بيعاملوا معاه، يعاملوه باحترام اكتر من المدرب الوطني اللي بيحس ان هو اقل نجوميه منهم. ده بيحصل كتير على مستوى المنتخبات الافريقيه. حاله وليد الرجراجي مختلفه، ودي صدفه غريبه، لان وليد الرجراجي بيجمع ما بين السمتين، ان هو مدرب وطني اولا، يعني يعرف يخاطب اللعيبه باللغه اللي هم هيفهموها، يعرف يحفزهم بشكل كويس لانه مغربي زيهم، وبالتالي عنده كمان الثقافه الاوروبيه اللي تخليه قادر على التعامل معاهم بنفس مستوى المعرفه ونفس المستوى الثقافي. فهو حاله استثنائيه جدا وليد الرجراجي، يعامل كما لو كان هو مدرب نصه اجنبي ومدرب نصه وطني، وده ساعد في النهايه مع الخبرات الكبيره لعناصر المنتخب المغربي اللي ما نقدرش نغفلها لان هي كمان استثنائيه جدا. قدروا ان هم يلعبوا في كاس العالم بشكل جيد. احنا كمان حتى بعد شويه هنتكلم عن المنتخب المغربي، لانه هو كمان وليد زي ما حسام عندنا بيتعرض، كابتن حسام حسن بيتعرض، هو عنده انتقادات، هو عنده انتقادات من نوعيه اخرى، لان عندهم اصبح سقف التوقعات مرتفع جدا بسبب او بفضل ان عندهم لعيبه كتير مميزه. فهم شايفين ان المغرب المفروض تلعب كره احسن، تلعب كره هجوميه اكتر، كره فيها مبادره اكتر، لانه العقلانيين جدا منهم بيبصوا للمنتخب المغربي انه في كاس العالم 2022 لعب على التحولات واستفاد من ان المنتخبات الكبيره بتهاجمه، لكن في نفس الوقت هو محقق انجاز غير مسبوق وربما ما يتحققش على مستوى القاره الافريقيه حتى في المدى المنظور، الوصول لرابع العالم في ظل وجود منتخبات زي اسبانيا، زي فرنسا دلوقتي، زي حتى منتخبات زي الارجنتين ولا يمكن حاجه مش سهله ابدا تلعب يعني في الحته دي غير بعد كاس العالم. يعني لا اعتقد ان المغرب ممكن تكرر نفس الموضوع في حال ان المغرب ما خدتش كاس الامم او ما وصلتش نص النهائي، ان يكون في برضه قرار عنيف بالاطاحه بوليد الرجراجي. صعبه دي شويه. ممكن وممكن، لانه خد بالك برضو من حاجه، المغرب داخله على كاس افريقيه استثنائيه، يعني يجوز التعبير وان كان احنا كلنا بننظر للمنتخب المغربي بوصفه منتخب عالمي
ونكن ليه تقدير بالمناسبه، لان احنا معجبين بالاداء المنتخب المغربي في البطولات العالميه، زي ما احنا بنشوف اداء مثلا منتخب اسبانيا الرائع في التوقيت الحالي. لكن انا بشوف انه انا لو مغربي، انا هتكلم بصفه عن نفسي حتى على الاقل، لو انا مغربي هيبقى الهدف الاساسي بتاعي في هذه اللحظه التتويج بكاس الامم الافريقيه. ليه؟ لانه المغرب بتاريخه الكبير، تخيل، بانجازاته الكبيره على مستوى كاس العالم وعلى مستوى تقديم لاعبين للانديه الاوروبيه، المغرب اول منتخب افريقي يحصل على البطاقه الاولى المؤهله لكاس العالم سنه 1970 في المكسيك. تصدر مجموعته سنه 86 على الارجنتين، على انجلترا والبرتغال وبولندا. يعني حاجه ما حصلتش قبل كده. اصبح بعد كده اول منتخب افريقي يصل للدور ربع النهائي، ودي حاجه استثنائيه. تاريخ الكره المغربيه كبير جدا. مع ذلك المنتخب في كاس الامم الافريقيه هو النقيض تماما. ما كسبش كاس الامم من 50 سنه، نصف قرن تقريبا، ما وصلش لحتى 50% من القدرات الطبيعيه للمنتخب المغربي. دلوقتي احنا داخلين على حدث استثنائي، وهو استضافه المغرب لكاس الامم الافريقيه، والامال كبيره جدا. فخلينا نتخيل انه زي ما انت بتطرح دلوقتي انه الوليد الرجراجي لم يوفق في كاس الامم الافريقيه القادمه،